توج فريق اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك رغم خسارته 0-1 أمام ضيفه يان أفريكان التنزاني في إياب النهائي المسابقة. وكان اتحاد الجزائر قد فاز ذهابا على ملعب يان أفريكانز 2-1 ليحقق اللقب، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تساوي الفريقين في عدد الأهداف ذهابا وإيابا. وبات اتحاد الجزائر الفريق الأول في تاريخ الكرة الجزائرية الذي يتوج بالبطولة بمسماها الجديد، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 2004. ورغم فوز شبيبة القبائل 3 مرات بكأس كاف، وهو المسمى القديم للبطولة التي جرت خلال الفترة ما بين عامي 1992 و2004، وذلك أعوام 2000 و2001 و2002، إلا أن الكرة الجزائرية لم ترتقي منصة تتويج البطولة بمسماها الجديد مطلقا، رغم تأهل 3 من أنديتها إلى النهائي. وخسر وفاق سطيف نهائي البطولة عام 2009 أمام الملعب المالي، ثم قرر مولودية بجاية وشبيبة القبائل الأمر ذاته في نهائي نسخة 2016 و2021 أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي والرجاء الرياضي على الترتيب. وسجل دجوم شعباني هدف المباراة الوحيد ليان أفريكانز من ضربة جزاء في الدقيقة 7.